السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم الإخوان غادي نتعرفوا على المعنى العام لإشارات أعوان المرور، حيت بزاف دابا ديال المبتدئين ما كيعرفوش المعنى العام لإشارات أعوان المرور في المدارات عند تنظيم حركة السير. ما كيعرفوش شنو هاد الإشارات. اليوم إن شاء الله غادي نتعرفوا عليهم بالتعريف ديالهم. اليد مرفوعة عموديا، تعني هذه الإشارة انتباه، قف لكل مستعملي الطريق العمومية. تأرجح الذراع من الأعناق إلى الأسفل، يقوم عون المرور بحركة مد اليد من الأعلى إلى الأسفل، تعني هذه الإشارة تخفيف من السرعة لكل المستعملين القادمين من الأمام. اليد أو اليدين ممدودتان أفقيا، تعني هذه الإشارة توقف لكل المستعملين القادمين من اتجاهات التقاطع أو الاتجاهات المشار إليها باليد أو باليدين الممدودتين. تحريك الذراع بحركة نصف دائرية، تعني هذه الإشارة الاستمرار بالسياقة، بمعنى هادو هما 4 ديال الحركات اللي يقوم بهم أعوان المرور على تنظيم حركة السير، فلهذا حنا خصنا نكونوا عارفينهم. كنتمنى هذا الفيديو ينال الإعجاب ديالكم، وديروا شي لايك وشي كومونتير وبارطاجيو الفيديو اللي تاعهم الفائدة.